السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كتيبان لكم في الصورة غادي نعملو كيكة سهلة مهلة وسريعة، كيكة نتاع الدراوش ولكن الشكل رائع رائع إن شاء الله. نتمنى تجربوها وتكملوا الفيديو حتى الأخير، وما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس فضلا وليس أمرا. ويلا نشوفوا الطريقة. كيتيبان لكم في الصورة في المقادير عندي بيضة واحدة على درجة حرارة المطبخ، عندي غادي نزيد معاه واحد الساشية من الفاني، وغادي نزيد معاه 4 ديال المعلقات كبار من السكر الخشن سنيدة، وغادي نزيد معاه 4 المعلقات كبار من زيت المائدة، وغادي نزيد معاه واحد المعلقة كبيرة من الكاكاو زائد الدقيق على حسب الخليط، كأس العنبة ما نفوتوش. هنايا غادي نخلط المقادير كلها الا الدقيق والكاكاو، غادي نخلطوا البيض وسنيده والسكر الخشن والزيت حتى غادي تطربوا مزيان مزيان ويتجانسوا العناصر كلها مزيان. ثم غادي نزيد هنايا نصف كأس الاول، غادي نخلطو مع الخليط ديال البيض مزيان حتى يتجانسوا. من بعد غادي نزيد نصف كأس الاخر مع معلقة ديال الكاكاو المور، وغادي نخلط الكل. وهذا هو الخليط اللي حصلنا عليه، خليط نتاع الكيك. باش غادي تعرفوا راه صدق لكم مزيان، هنايا غادي ناخدو نعليو الطراب ديالنا وغادي نكتبوا رقم 8 الا هو ما تقطعش معنا العجين، راه الخليط والعجينه نتاعنا نتاع الكيك صدقات مزيانه. من بعد غادي نجيب واحد المقلاة غير لاصقة وغادي ندهنها بالقليل من الزبدة، راه الخليط ديال الكيك في داك المقلة، لان الكيك نتاعنا غادي يطيب غير فوق البوطة بدون فرن. وعلى نار غادي نجيو فوق نار اخرى، غادي نوضع واحد المقله، غادي نوضع فيها واحد الكأس مملوء من سكر الخشن، ومع غادي نخليه حتى غادي يذوب يولي كراميل. غادي يولي على هذا الشكل كراميل على نار هادئه بزاف، ما خصوش يتحرق باش ما يعطيناش واحد المذاق نتاع المروره ويجينا المذاق نتاعو خايب. غادي نحيد المقله نتاعي من فوق النار، وغادي نزيد معها كأس مملوء من الماء ديال الروبيني عادي بارد. وغادي ما تخافوش من هذه الطريقه لان غادي يجمد معكم الكراميل، ولكن غادي نعاودو نردوه فوق النار على نار هادئه وغادي يعاود يتطلق. كما شفتوا الصورة رديناه فوق البوطة على نار متوسطة، وهو غادي يبدا يتطلق بشوية وحنا تنخلطوه حتى غادي يولي كراميل عادي. في واحد الزلافه غادي نعملو معلقه من النشا، وغادي نزيد عليها واحد العلبه من الياغورت مسوس، وغادي نخلط حتى غادي نحصل على واحد الكريمه على شكل كريمه ملسه. هذيك الكريمه غادي نوضعها فوق من داك الكراميل كي تيبان لكم في الصوره، وغادي نخلط على نار هادئه بزاف، وغادي نخلط حتى غادي نحصلوا على هذا القوام اللي هو تيجي زوين وتيجي ملس. غادي نجيب اللوز اللي هو مقلي او مهرمش او كونكاسي، وغادي نزيدو على داك الخليط نتاع الكراميل نتاعنا، وغادي نخلط الكل حتى غادي يتجانسوا ليا المقادير العناصر كلها، غادي تشرب هذاك الكاوكاو هذيك الكراميل مزيان.
ومن بعد ما طابت ليا الكيكه كما قلت لكم قبيلات، غادي طيب من التحت وغادي نحاولوا نقلبوها على الجهه الفوقانيه حتى غادي طيب. وهنايا غادي نجيب واحد السيرو اللي هو عملت فيه السكر والماء فقط، وغادي نحاول نبدا نسقي هذيك الكيكه نتاعي مزيان تشرب. غادي نجيب واحد القالب اللي هو تيتحل ويتسد، وغادي نحطو فوق على ديك الكيكه نتاعنا هنايا باش نقدها وندير لها العماره نتاعها. غادي نجيب هذاك الخليط نتاعنا نتاع الكاوكاو والكراميل محدو سخون، ضروري محدو سخون هاد العمليه باش نخويوها فوق من الكيك، وغادي نسرحوه مزيان لان حيت يبرد غادي يشد لينا ويلصق لينا مع الكيكه. ما خصناش نخليو هاد الكريمه ديالنا هاد لاصوص نتاعنا حتى غادي تبرد. في واحد الزلافه غادي ندوب الشوكولات مع في بان ماغي، وغادي نعمل معاه القليل من الحليب حتى غادي نحصل على واحد الصوص اللي هي خفيفه. وهنايا غادي نجيب الكريمه السائله نتاع الحلويات وغادي نطربها مزيان، اولا كريمه الغبره نتاع الشونتيي اللي غادي نوضعوه في الثلاجه حتى غادي تبرد مزيان، مع كاس من الحليب اللي غادي يكون بارد لدرجه انه غادي يجمد، وغادي نضربه بالضراب مزيان وغادي نخوي فوق منه هذيك الشوكولات اللي دوبنا في بان ماغي مع القليل من الحليب، وغادي نخلط الكل حتى يتجانسوا ليا العناصر. وغادي نفرغ ديك الكريمه فوق الكيك مزيان، وغادي نحاول نقاد بالسطاتول نتاعي حتى غادي يجي الشكل نتاعو مزيان ومتقاد. وهنايا كما شفتو عاود دوبت الشوكولات مع القليل من الحليب في بان ماغي حتى دابو، وزدت معاهم واحد الطريف من الزبده او معلقه صغيره من زيت المائده باش تعطينا واحد اللمعه اللي هي زوينه. وهنايا سقيت الكيكه نتاعي وزوقتها، تيبقى هنا الزواق على حسب الرغبه وعلى حسب اللي موجود عندكم في الدار. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، سهله وسريعه ما فيهاش مقادير بزاف وغير بيضه وحده. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تفعلوا الجرس وديروا لايك، وشكرا لكم حتى الوصفه اخرى.